هكلمكم النهاردة عن واحد من أشهر الأكلات على السفرة المصرية، ويعتبر ملك العزومات. ولما تحب كده تكافئ نفسك أو تبقى رايق وتروق على نفسك بتاكله، رغم ان المحاشي بشكل عام شيء مقدس عند المصريين، وما سابوش حاجة الا لما حشوها زي ورق الخس والبصل، لكن بيفضل برضو ورق العنب هو ملك المحاشي. تخيل بقى ورق العنب اللي ليه اهمية كبيرة على السفرة المصرية اصله مش مصري، اصله تركي واسمه يبرق، والمصريين عرفوه في عصر الدولة العثمانية. واصل الوصفة كان بيتحشي ورق العنب بالرز واللحمة المفرومة، لكن احنا بقينا بنعملها بخلطة الرز اللي هو الرز وعليه التوابل والخضرة والصلصة. لكن موجود نوع تاني في المطبخ الشامي بلمسة شامية بيتحط عليه دبس رمان وبيتاكل ساقع واسمه يلن. لكن في مصر لازم ناكله وهو لسه طالع من على النار وعليه عصرة ليمون وشرايح ليمون. انتوا بقى بتاكلوه ازاي؟